المواجهة رقم 135 بين ريال مدريد صاحب المرتبة الثانية في الليغا ب 72 نقطة وصاحب المرتبة السابعة سيلتا فيجو ب 46 نقطة. 79 انتصار لريال مدريد على سيلتا فيجو مقابل 29 انتصار لسيلتا فيجو على ريال مدريد و17 وفاو بالتعادل. فريق سيلتا فيجو تأسس سنة 1923 بعد ما تمشوا زوز فرق اللي هما ريال فيجو سبورتينغ وريال فورتونا. ومدينة فيجو مهمة برشا في اسبانيا على خاطرها مدينة اقتصادية تجي في الساحل الاسباني. وتو باش نبداو نحكيو على نقاط قوة ونقاط ضعف فريق سيلتا فيجو الاسباني. من 2006 تخيلوا انه فريق سيلتا فيجو عمره ما ربح فريق ريال مدريد على ارضية ميدانه، والنتيجة وقتها وفات 2-1. سيلتا فيجو فريق ما تفهموش، مرة يعمل لك ماتش مش نورمال تقول سايي هذايا باش يربح كبار القوم في اوروبا، ومرة يعمل ماتش عادي جدا تقول فريق ضعيف برشا. في اخر 5 مقابلات سيلتا فيجو ربح 2 مقابلات ضد فريق فيريال الغواصات الصفراء 3-0 ومايوركا يا صاحبي بكار مش ماريوكا 2-1، وخسر 2 مقابلات ضد برشلونة 4-3 واسبانيول 2-0 وتعادل مع لاس بالماس 1-1. حتى تاريخ 4 جوان 2025 اللي هو نهار اليوم سجل فريق سيلتا فيجو 50 هدف بالتمام والكمال في الدوري الإسباني بمعدل تهديفي 1.52 في المقابلة الواحدة. يقود هجوم الفريق الثنائي الإسباني المتميز دياغو اسباس وبورخا إغليسياس سجلين مع بعضهم 18 هدف. ويا دفاع ريال مدريد ردوا بالكم خاصة من اللاعب بروخا إغليسياس، راهو سجل الهاتريك في مرمى برشلونة وراهو لاعب أسطورة في فريق سيلتا فيجو، خاطر ليه 9 مواسم بالتمام والكمال يلعب مع فريق سيلتا فيجو. مشاكل عديدة لفريق سيلتا فيجو هذا العام من غير ما ندخل في الاتجاه باش ناخذ كان اللي يهمنا وهي المنظومة الدفاعية. 44 هدف تماركيو في مرمى سيلتا فيجو في 29 مقابلة أكاهو. ذاك علاش يا كارلو أنشيلوتي يقول يا بنين اليوم يلزمك تلعب على الهجومية المعاكسة خاطرهم ضعاف برشا في الدفاع. وان شاء الله اليوم يكون الدفاع في نهاره لفريق ريال مدريد على خاطر هجوم فريق سيلتا فيجو للامانه يقلق برشا. ديما حاله مدريد.